السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برامجكم مع قناة أم شمس. مرحبا الجميع. اليوم جبت لكم هذه الحلوى أو حلوى التسنيوة، تشبه البجاوية تاع القسنطينيين. هي تجي في بلا سنيوة مع سنيوة كاملة، خير من هذيك تاع كل حبة وحدها. تجي بنينة وتجي معسلة، تجي تشبه البجاوية. شوف كيف انا نشوفها تتفتت وحدها. تجي شغل حلوة الطبقات، وهي مش حلوة طبقات كما راكم تلاحظوا. تجي تتفتت وحدها. هيا نروحوا نبداو. بسم الله على بركة الله، نصليو على الرسول عليه الصلاة والسلام. بسم الله. نبداو المقادير. نديرو 125 غرام زبدة أو مقارين، نزيدو لها قرصة ملح ونص كاس سكر كلاسي أو سكر رطب. نديرو نص كاس سكر رطب ونخلطو من الباتير. نديرو هنا مغرفة فاني، مغرفة صغيرة معمرة بومبي فاني، ونخلطو بالميكسير أو بالباتير عفوا. نخلطو هاد المكونات بالباتير حتى تتجانس المكونات هذه، الزبدة مع السكر مع الفاني. ومن بعد نزيدو ربع كاس زيت، بعد نزيدو ربع كاس زيت، ونكمل نخلطو مع كل شيء في بعض. ونزيد هنايا بيضة كاملة، بيضة مجمولة أو بيضة كاملة. ومن بعد نولي نلم بالفرينة. أنا نستغنيو على الميكسير أو على الباتير عفوا، ونلم بالفرينة. درت الكاس الأول ودرت نص مغرفة صغيرة تاع قهوة تاع خميرة الحلوى، درت نص مغرفة فقط. هنا جبت الكاس الثاني، نبدأ ندير بشوي ونشوفو. هي دائما تبقى الفرينة حسب الحاجة، كان الفرينة اللي تشرب كان الفرينة اللي ما تشربش. كملت الكأس الثاني وما زلت محتاجة، جبت الكأس الثالث. نبدأ نديرو بشوي. هنايا نستغنى على سباتشي، نولي نلم بيدي حتى نلموه. نزيد الفرينة بشوي حتى نشوف العجينة تصبح متماسكة مع بعض وتجي طرية ما تجيش يابسة. هاني نزيد في ذاك الكاس الثالث، نزيد فيه بشوي حتى نشوفوا القوام تاع العجينة. هذاك الكاس نزيدو فيه بشوي حتى نكمل. درت لي الكاس كامل، الكاس الثالث درتو لي كامل، يعني 3 كيسان فرينة. هذا هو قوام تاع العجينة. يجي طري، ما يجيش قاصح وما يجيش طري بزاف، يجي مليح فقط. كي تمسي بيدك يجي معجينة تاعو مليحة. نجيب هنايا البلا او فور، البلا اللي يدخل الفور. انا جبت هذا البلا هو عن القياس تاعو 24 ل 24. درت له ورق طهي من تحت وحط هذيك العجينة ونبدا نبسطها او نقرصها في هذيك. هنايا هذه لاستيس اللي ما عندش هذيك الحلال الصغير، انا درت هنايا هذه البلارة ونحليت بها، نعدل بها فقط. انا حليت يعني بيدي وبعدين نعدل بها السطح باش تجي متساوية كاملة على سطح واحد. وبعدين نثقبها بالفرشيطة كاملة، نثقبها كامل باش ما تبوظلناش. ونجيب 2 مغارف كونفيتير او مربى المشمش، وندهن السطح تاع هذيك العجينة. ندهن سطح العجينة وما نلحقش للحواف باه ما تتحرقناش الحواف.
نحاول ندير في النص فقط، ما نقدمش حتى للحواف ما يتحرقوليش الحواف. نسويها كاملة ونحطها بجيه، ونجي نخدمو الطبقة الثانية. طبقة ثانية نجيب 125 غرام تاع زبدة. هنا استعملنا 250 غرام، نص درناه في العجينة ونص نديرو في الطبقة الثانية. درت مغرفة تاع فاني، ودرت هنا كاس الا ربع سكر، ودرت مغرفة كبيرة مبشور الليمون. درت مغرفة كبيرة مبشور الليمون او زيت تاع القرص، ونخلط. هنايا نخلط كل شيء مع بعض، نخلط هذاك السكر مع الماغارين مع الزيت، نخلط كل شيء مع بعض. ومن بعد نضيف لها ثلاث بيضات كاملين. نضيفوا 3 بيضات كاملين ونخلط. نضيف 3 بيضات كاملين ونبدا نخلط. حبيتي ما تنسونيش بالاشتراك، واللي مش مشتركه تشترك وتضغط على زر الجرس باش يلحقها كل جديد. وشكرا للجميع. دايما نخلط حتى تتجانس هذيك البيض مع هذاك الزبده مليح. نخلطو كما راكم تلاحظوا، لازم نخلطو مليح. خلطوا هذه لاباراي هذه لازم تتخلط مليح حتى تتجانس مليح. وتجي هنايا نجيب كاس تاع كاوكاو. لما تخلطت هذيك الزبده مع البيض مليح، نجيب كاس تاع كاوكاو، الكاس الاول، ونزيد الكاس الثاني كاوكاو مقلي ورقيق، ملحي رقيق ماشي خشين، يعني ماشي رقيق دقيق وماشي خشين بزاف، يكون متوسط يعني مليح. درت 2 كيسان كاوكاو. تحبي ديري هنايا كاس كاوكاو وكاس كاطو، اي نوعيه من الكاطو يجي ثاني. هي احسن تجيب الكاوكاو كامله احسن. كما راكم تلاحظوا تجي هي هذا لاباري تجي شويه هنايا تجي جاريه شويه، ماشي ناشفه، مش ناشفه. كنت تلقاكم تجي ناشفه بزاف، زيدوا حوالي بيضه او نص بيضه. هي لازم تكون جاريه كما راكم تلاحظوا، لازم تمشي في البوش. هنايا نخملوا نجيبوا البوش كما راكم تلاحظوا فيها لاباراي تجي جاريه. نجيب هنايا البوش ونخملها في البوش، نخملها كامله في هذاك البوش باه نحطوها فوق هذيك فوق هذاك الكونفيتير اللي درناه من فوق، وهذاك المربى اللي درناه من فوق، باه ما يمكن تقدر يعني تحطيها بيدك، بصح بالبوش تجي احسن، تجي عمليه تاعها تجي سهله. تقدري تحاولي غير تمشيها فقط، تجي سهله خير من نقول تحطيها بالمغرفه وتسويها. يعني هنا بالبوش تجي عمليه سهله. حبوباتي ما تنسونيش بالجيم والاشتراك، هذاك الجيم باش يلحق البارطاج لاكبر عدد من المشاهدين الكرام. وشكرا. لما نحطها نحطها كامل، نولي نعدلوها بمغرفه، نجيبوا مغرفه فقط، مغرفه، ونسويو لها السطح تاعها كامل كما راكم تلاحظوا. سويناه مليح. ومن بعد نجيب هنايا، هو يعني الاحسن ديري لوز فيلي او كاوكاو افيلي. انا كان هنا ما عنديش لوز فيلي ولا كاوكاو افيلي، عندي الكاوكاو هذا الخشين مهرس او مرحي خشين، درته من فوق، حطيته كامل من فوق. لازم يعني تجي هنايا تجي طبقه لا باس بها، يعني تجي طبقه مليحه، ونحط نلظ عليها بيدي باش تلصق، ما يلصق هذاك الكاوكاو هذاك يلصق في العجينه تاعنا او في هذيك لاباراي اللي درناها. ونحطها تطيب على درجه الحراره متوسطه كل واحد والفور تاعو. انا هنايا دات لي ربع ساعه. ومن بعد كي هي حاميه هي سخونه، وحنا نجيب 2 مغارف مربى او كونفيتير او كونفيتير تاع المشماش، وندهن السطح باه هنايا لاستيس تاع باه كي تجي تلمع، باه تجي الحلوى تاعنا تجي تلمع. ندير هذاك المربى ندهن به كامل، ونقطعها ونخليها حتى تبرد. قطعناها ونخليها تبرد. ومن بعد هنايا
زيناها كما راكم تلاحظوا، زينتها باليوسيريز. يبقى التزيين دائما اختياري على كل وحدة واش عندها تزيين. هنا نولي نقطعوها ونحطوها نشوفوها في صحن التقديم كما راكم تلاحظوا. كنا نقطعوها، قطعتها هنا، انا قطعتها هنا مربعات. تحبي تقطعها مقروطات، تحبي تقطعيها مثلثات، كل واحد تقطيع واش يحب، كيف يحب يقطعها. انا هنا قطعتها مربعات. تجي يعني حلوة لذيذة وتجي مليحة مناسبة لهذا العيد الأضحى المبارك. ها هو الشكل تاعها. شهيتكم في الجنة، وعيدكم مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.